ايه رأيك في فكرة التنكر؟ هل التنكر ولبس الأقنعة حاجة عادية ولا ممكن دي كمان يطلع وراها حاجة مش تمام؟ عقدنا بقى وطلع لنا كل الحاجات غلط وزهقنا في عيشتنا. سمعك. بس قبل ما تحكم عليا اني معقد وبطلع لك القطط الفطسانة في الحاجات، ما تيجي نناقش الفكرة نفسها. هي ايه أصلا فكرة التنكر؟ التنكر هو إخفاء الهوية الأصلية وإظهار هوية بديلة. يعني بتلبس وش أو ملابس تخليك تاخد دور مش دورك أو تخفي شخصيتك الحقيقية. في العصور القديمة التنكر كان له استخدامات مرتبطة بطقوس روحية مظلمة زي تجنب الأرواح الشريرة أو التشبه بيهم. بعد كده التنكر بقى رمز للتمثيل خصوصا في المسرح علشان الناس تفهم إن اللي بيحصل قدامهم مش حقيقي. وبحلول القرن ال17 ابتدت فكرة التنكر تنتشر أكتر بين الناس في كرنفالات وحفلات تنكرية اشتهرت بكسر الحدود الأخلاقية والحدود الطبقية بين الناس. يعني بيئة مناسبة ومساحة يقدروا فيها الناس يقولوا ويعملوا اللي بيخافوا يعملوه بوشهم الحقيقي، فبيتداروا ورا أقنعة بتشجعهم يتجاوزوا ويغلطوا بدون خوف من الفضيحة وبدون خوف من الحساب. فمن الآخر التنكر هدفه التمثيل، الخداع، أو التحرر من القيود الأخلاقية والاجتماعية. يعني مش حاجة حلوة. حتى في الكتاب المقدس المرات اللي اتذكر فيها التنكر كانت مرتبطة بأحداث سلبية ونتائج مش كويسة. فنشوف مثلا يعقوب بيتنكر وبيدخل إسحاق أبوه على إنه عيسو علشان ياخد هو البركة بداله، خداع في غاية الوضوح. نشوف مثلا شاول بيتنكر عشان يروح يلجأ للعرافة، سقوط روحي صريح جدا. الملك أخاب بيتنكر في الحرب علشان يعمل عملية تمويه محدش يعرفه ويهرب من الموت، بس برضه بيموت. وأمثلة كتير غير دول بيوضحوا إن التنكر دايما له علاقة بالخداع وإخفاء الحقيقة. فهل بقى دي حاجة إحنا المفروض نمارسها؟ وأنا هنا مش بتكلم بس عن التنكر اللي بيحصل في الهالوين والحفلات التنكرية وما شابه ذلك، أنا كمان عايز أكلمك عن التنكر اللي من غير مسكات بقى. التنكر اللي بنحاول نلبس فيه صورة التقوى والتدين والوداعة والتواضع المزيفين. الأقنعة اللي مش معمولة بقى ولا من ورق ولا من بلاستيك. الأقنعة اللي بنخبي وراها حقائق وجعانة وعيوب بنكرهها في نفسنا. والحقيقة إن مفيش أي قناع ممكن نلبسه أو نتنكر وراه هينفع يخفي عن ربنا صورتنا الحقيقية. بس دي مش حاجة تخوف على فكرة، دي حاجة تطمن، لأن رغم علم الله بحقائقنا المخجلة إلا إنه بيحبنا. فتشجع تخرج للنور النهاردة وتيجي للمسيح بشخصيتك الحقيقية زي ما هي من غير تزويق ولا تجميل، وأوعدك تلاقي كل القبول والحب. وأي قبح في حياتك صدق إن يسوع يقدر يصنع بداله جمال. الكتاب المقدس بيقول من يكتم خطاياه لا ينجح ومن يقر بها ويتركها يرحم. فكفاية كتمان وكفاية تنكر. صدقني بعد الصليب ما بقيناش محتاجين أقنعة. نور مش هنسيبها.